هو ده الاد فاليو الحقيقي. مهم بقى كمان في الدراجون فروت، احنا عندنا جزء كبير جدا من الاراضي الصحراويه بتاعتنا نسبه الملوحه بتاعتها عاليه. نسبة الملوحة يعني ما اقدرش ازرع فيها زي البطاطس، الفراولة، البصل، كل ما تزيد نسبة الملوحة ما اقدرش ازرع فيها بعض النباتات، ما اقدرش ازرعها فيها. ميزة بقى الدراجون فروت بتتحمل الملوحة 3500 مليون في الجزء، ودي نسبة ملوحة عالية اللي بتقدر تتحملها النخيل، فبيقدر ان هو يتحملها بمنتهى السهولة جدا ويتزرع على الاراضي المصرية بالارض اللي هي زي ما هي بنفس وضع الملوحة بتاعتها، واقدر ان انا انتجه واصدره. طب انتوا عارفين الطن بتاعه بكام؟ طن بيوصل لحد 8000 دولار للطن، مع ان الخدمة عليه بتكون بسيطة، التسميد بتاعه بيكون بسيط، الري بتاعه بيكون بسيط. هي دي